على هواتفنا، كل هذه الأمور شكلت علينا ضغطا نفسيا. أيضا هناك طريقة أخرى تشبه الإغراء، سواء عن طريق ضباط المخابرات الذين يرافقوننا دوما، حيث يطلبون منا إذا أردنا أي شيء فهم في خدمتنا. بعد ذلك بدأت تظهر فتيات يترددن على الفندق، يلبسن لباس فاضح ولباس مغري، يحاولن التحرش بنا يعني من الفينة إلى الأخرى. كل هذه المظاهر اعتبرناها أنها محاولات لتوريط المراقبين في أشياء ربما تستعمل لاحقا ضدهم يعني. أحيانا نتلقى أنا شخصيا تلقيت كم من مرة تهديدات عبر الهاتف أننا سنذبح، وأيضا نتلقى تحذيرات بطرق غير مباشرة، حيث يتم تسريب معلومات في وسطنا أن أهل حي باب عمرو سوف يخطفوننا وسوف يستعملوننا كدروع بشرية. أحيانا أن أهل حي باب السباع يحذرون إلى اغتيالنا، ومن هذه الإشاعات هناك تهديدات بطرق غير مباشرة. أيضا إطلاق النار علينا لما نذهب إلى بعض المناطق حيث يتم إطلاق رصاصات عن طريق القنص تضرب أمامنا أو فوق رؤوسنا، لكن لا تستهدفنا بصفة مباشرة، وكل ذلك هو كان من نوع من التخويف والترعيب الذي يمارس علينا. والله أدعو المشاهدين الكرام إلى متابعة كل الفيديوهات التي خرجت في البداية، وكنت أول من رافق مصطفى الدابي إلى باب عمرو، وكل الفيديوهات موجودة. أيضا بثت حتى التلفزيون السوري كثير أكثر من تحقيق، وأنا أقوم بعملي في كثير من الأحياء. كل هذه والصور أيضا الكثيرة المتناشرة هنا وهناك. أشهر الصور التي بثت من باب عمرو كنت موجود فيها. أعتقد أن هذا الرد كان سخيفا جدا، لا يمكن أن يعتد به، ولا يمكن وهو دليل قاطع على مدى سخافة هذه المهمة التي وصلت إلى هذا الحد، حيث يقولون أن 6 أيام وأنا في الفندق لم أغادر غرفة مريض، وأنا قضيت 16 يوما في حمص. فإذا كنت 6 أيام مريض فماذا فعلت في ال10 الأيام الأخرى؟ والله حقيقة هذه سخافات أخرى يعني تضاف إلى السخافات. أنا لم ألتقي بالدكتور برهان غليون في حياتي، ولم أكلمه هاتفيا ولا تواصلت معه أبدا، ولا تربطني به أي علاقة مصاهرة. ولو ربطتني به علاقة مصاهرة أقول لك بكل صراحة سأفتخر بها أن تربطني علاقة مصاهرة بكاتب ومفكر يعني أعرف أقرأ له منذ زمان. يعني صراحة هذه كلام سخيف يدل على أنه ما ظهر وما خرج وما قمت به بكشفه كان ضربة قاسمة جعلت الجامعة العربية وجعلت الفريق الأول مصطفى الدابي يتخبط ولا يدري ماذا يقول. يعني هذه التهم يعني من المفروض يتم الرد على ما قيل ميدانيا. أن تثبت هذه اللجنة، أتمنى أن تثبت هذه اللجنة. نعم.